أين تخصيص الميزانية الخاصة لتكوين مفتش الشغل؟ قس على ذلك. فعلا نثمن هذه الزيادة في أجور الفئات والموظفين، ولكن نسائلكم السيد رئيس الحكومة، هل تشمل أيضا المواطنين يتساءلوا اليوم أنا كنفكر في ذاك البوليسي، في ذاك الجدرمي، في ذاك العسكري، في ذاك المخزني، ذاك عون السلطة اللي كنلقاوهم في الشتاء، في الثلج، تحت الشمس الحارقة، في الكوفيد، في الزلزال، عيون لا تنام وتضحية جسام. هاد الناس اللي ما تفكرهم سيدنا الله يحفظه، ما كاينش اللي غادي يهضر عليهم. شوف حالهم ايضا، راه هما اللي كنلقاو في وقت الشده وفي وقت الحزه، وتحيه خالصه لهم طبعا من هذا المنبر. الخلاصه في خطابكم اكدتم ان هذه الحكومه لن تلجا للحلول السهله في توزيع مقدرات الدوله في حسابات اجتماعيه مقابل الالتفات لاصلاحات بنيويه واستراتيجيه. واليوم ها انتم مره اخرى تثبتون العكس، ما يفوق 190 مليار بعيدا عن ما سميتموه اختيار اصلاحي بنيوي استراتيجي، ودون اي تبرير لمصدر هذه الاعتمادات، والذي لا علم للبرلمان كسلطه تشريعيه رقابيه تشرع الميزانيات العامه لا من اين اتى ولا كيف صرفت. نسبه النمو الموعود في حدود 4% لم تتحقق ولن تتحقق. عجز الميزانيه في توسع رغم الارقام المتفائله. المديونيه بلغت مستوى غير مسبوق. تضخم تزعمون انه في مستوى 0.3% خلال الاشهر الثلاث السابقه، الواقع ان التضخم بلغ سقفا غير معهود بشهاده الاسواق. خرجوا شوفوا شنو كاين برا بشهاده الاسواق اليوميه والواقع الملموس. جميع الاسعار مرتفعه، لا في المواد الغذائيه ولا السلع ولا الخدمات ولا المحروقات، في غياب اي بديل حكومي. 800 مليون درهم خصصت للامازيغيه بدون اثر. عدا امازيغيه واجهات الادارات وشراء بعض السيارات وبعض الخدمات في بعض المحاكم والمؤسسات. فاين السياسه اللغويه والثقافيه للحكومه كما سطرها الدستور؟ خلاصه القول السيد رئيس الحكومه، ودعما لمغرب المؤسسات وبذات الروح الايجابيه للفكر الحركي، ندعوكم الى تعديل في البرنامج الحكومي. اما تعديل تركيبتها فهذا شان ولو كان يهم احزابها فلن يغير شيئا في مضمونها. الجهويه المتقدمه لا زالت تراوح مكانها في ظل هيمنه احزاب التحالف الحكومي على رئاسه مجالسها.